السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر مع بعض كيكة الجزر، وأكيد مثل هالأجواء الشتوية بدها مثل هاي الكيكة، وإن شاء الله رح نحضرها بطريقة سهلة، وإن شاء الله المقادير كاملة بنزلكم إياها بصندوق الوصف. بس أهم شي عند تحضير الكيك المقادير كاملة تكون بنفس الكوب وبدرجة حرارة المطبخ. خلينا نبلش مع بعض طريقة التحضير. عندي هون في البداية خليط المواد الجافة، عندي كاستين طحين كبار، وعندي معلقة صغيرة بيكنج صودا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة ونص كبار من القرفة. بخلط جميع المكونات مع بعضها، وهلا بخليها على جنب. نبلش نحضر خليط المواد السائلة. عندي هون 5 حبات من البيض، ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الفانيلا، وعندي كوب سكر أبيض وكوب سكر بني. وبخلط البيض مع باقي المقادير كتير كويس لحتى يتضاعف عندي حجم البيض ويعطيني لون فاتح. طبعا بالنسبة للسكر بقدر استعمل الكوبين سكر أبيض، بس السكر البني بيعطيها طعم أطيب. هلا بنزل المواد الدهنية. عندي هنا كوب وربع من المواد الدهنية، أنا خلطت ما بين الزبدة وزيت الذرة. هلا بخلطهم مع بعض لمدة دقيقة. بنزل عليهم كوب كامل من الجوز المجروش والمحمص، وبنزل عليهم 3 كاسات من الجزر المبروش. وهلا بخلطهم مع بعض كتير كويس. هلا بلش أضيف عليهم خليط المواد الجافة. الطحين هون بنزله على دفعتين. طبعا بحاول ما أبالغ بتحريك الطحين وخلطه لحتى ما يعطيني قوام كيك يابس. وهي الدفعة الثانية من الطحين، طبعا بحرك بهدوء لحتى ما يتنتور عندي الطحين. هون خليط الكيك صار جاهز، وهذا هو القوام المطلوب لخليط الكيك، بيكون تقيل. هلا بصب خليط الكيك بصينية مدهونة بكمية من السمنة والطحين. بصب الكيك فيها بوزعه بالتساوي، وهلا بعود خشبي بعمل حركات دائرية بصينية الكيك لحتى أفرغه من أي فقاعات هواء موجودة فيه، ولحتى بعد ما يستوي الكيك يكون كله بنفس الارتفاع. وبدخله على الفرن محمى من قبل على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع. وعندي هون الكيك بعد ما نضج طلعته من الغاز، بخليه يبرد. بقدمه بهذا الشكل أو بقدمه مع الكريمة. أنا راح أقدمه اليوم مع الكريمة اللي راح أحضرها. عندي هون 6 مكعبات من جبنة الكيري، بنزل عليهم معلقتين كبار من اللبنة، ومغلفات 2 من بودرة كريمة الحلويات، ومعلقة كبيرة من الفانيلا، وكوب كامل من السكر البودرة. بنقدر نستعمل 3/4 الكوب. بنزل عليهم هلا كمان ربع كوب من المي الكتير باردة، بخلطهم مع بعض لحتى يعطيني قوام كريمي. الكريمة عندي هون صارت جاهزة. هلا بصبها بصحن، بنزل عليها كمية من الجوز المجروش، بخلطهم مع بعض، بدخلهم على الفريزر لمدة ربع ساعة. عندي الكريمة بعد ما طلعتها من الفريزر وجمدت، هلا بدهنها على الكيك. وزعتها بهي الطريقة، وزينتها بالجوز الحبات الكاملة، وقدمتها. بجد الكيك كتير طرية، ريحة القرفة بتاخد العقل، وكتير طعمها طيب، وبتاعد من الكيكات الطيبة والدسمة. والكريمة اللي حضرتها كتير طعمها طيب، بنصحكم تجربوها. شوفوا قد ايه الكيكة مرتفعة وقد ايه لونها حلو، واهم شي انها تكون الكيكة كتير طرية من جوا. وهون بكون وصلت معكم لنهاية وصفتي لليوم. اذا وصفتي عجبتكم ادعموني بلايك وشير، والف صحة وهنا.